بخصوص مسألة ثانية أيضا أدت في المرحلة الأخيرة إلى عدم الاستقرار على المستوى الاقتصادي وتعطيل عجلة الاقتصاد والاستثمار، وهو ما يروج في وسائل الإعلام عن شخصية السيد المحافظ البنك المركزي وبعض التجاوزات المقام بها من طرف هذا السيد، خاصة أنه على حسب ما صدر في بعض وسائل الإعلام المكتوبة أن السيد محافظ البنك المركزي هو معين من طرف شخصية، وهذه الشخصية التي اقترحت تنتمي إلى النظام السابق وهي رمز من رموز النظام السابق، لا فائدة في ذكر الاسم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن السيد المحافظ البنك المركزي اتخذ إجراءات غير قانونية في حق بعض من رجال الأعمال يفوق عددهم 150، وهو تجميد الأرصدة ومراقبتها دون إذن قضائي، مما أدى أيضا إلى تعطيل الاستثمار والتنمية وعدم مشاركة رجال الأعمال في المنظومة الاقتصادية. هذه النقطة الثانية.